في قضية هزت الدنيا وقلبت الموازين. محكمة مصرية بتطلع حكم البراءة لأم عملت جريمة محدش تخيلها. تخيل أم تقتل ابنها وتقطع جسمه وتاكل منه كمان، وازاي حب الأم ممكن يتقلب للرعب ده كله، وايه السبب اللي خلاها تعمل كده. القضية اللي هتخليك تعيد تفكير في كل حاجة تعرفها عن الأمومة والبشر. أهلا بيكم، أنا الكاشف، وده برنامج عبرة في حكاية. قصتنا بتبدأ في الشرقية، وتحديدا في قرية فقوس. هناك القدر جمع بين محمد سعد وهناء محمد. حياتهم ما كانتش زي أي اتنين متجوزين، دي كانت سلسلة من مشاكل ومتخلص، والخلافات كانت بتخلص برجوع هناء بيت أهلها كذا مرة. سنين وهم محرومين من الأطفال، وده كان عامل عليهم ضغط كبير. وبعد دكاترة وعلاج كتير ربنا كرمهم ورزقهم بسعد، وده كان بعد ما أبو هناء توفى. وفي فترة الحمل الدنيا كانت هادية شوية، بس المشاكل رجعت تاني بقوة أكبر، والطلاق والخلع أول خطوة في مأساة هناء اللي خلاص كان جابت آخرها وقررت إنها تاخد القرار ده. رفعت قضية خلع على محمد وفعلا اتطلقت، وابنها الصغير سعد اللي ما كملش 5 سنين فضل معاها عشان هي الحاضنة. ومحمد جوزها ما حاولش حتى إنه ياخد ابنه لأنه كان مطمن عليه إن هو مع عمه. هناء نقلت لبيت ورثته عن أبوها، بيت ليها هي وسعد بس، والعلاقة بينهم اتقطعت خالص، ما بقاش فيه كلام بينهم غير على سعد. بس قبل الجريمة بكام يوم محمد لاحظ ان سعد ابنه متوتر وخايف، حاول يعرف منه فيه ايه بس سعد مرضيش يتكلم. ومن هنا تبدأ الحكاية اللي هتصدمك لما تعرف تفاصيلها. اهل هناء والمحامي في التحقيقات قالوا ان مشاكلها مع محمد كانت بتزيد عشان كان بيضربها كتير، واهلها كانوا بيقولوا لها استني واستحملي، بس هي صممت على الطلاق. اشتغلت عشان تدفع مصاريف قضية الخلع، وكانت ليل نهار حضنة سعد وما بتسيبوش حتى وهي في الشغل. وبعد الطلاق هناء عاشت مع امها واخوها هاني ومراته، بس تصرفات هناء الغريبة ناحية سعد بدأت تقلق اللي حواليها. كانت ما بتخليش حد يقرب منه، ترمي اي اكل يتحطله وتقوله ده مش نضيف ومليان تراب. وبعد خناقات كتير اهلها باعوا حتة ارض من ورثهم وعملوا لها بيت صغير هي وسعد، بس كان فاضي خالص بيناموا فيه على الارض. ومن محضر النيابة وكلام الجيران هناء بدأت تظهر بجانب تاني خالص، كانت بتعيط وتصوت في الشارع من غير سبب واضح. وجارتها زينب كانت ساكنة قدامها، لاحظت ان هناء وسعد ما بيطلعوش من البيت بقالهم فترة، والباب مقفول على طول. وفي مرة وهي بتمرجح ابنها سعد، هناء قالت لزينب ان في ستات ضربوها جامد ووجعوها وهم مش متشافين، كأنها عايزة توصل لها ان في عفاريت بيضربوها، بس الموضوع ما خلصش على كده. هناء طلبت من زينب انها تروح معاها البيت عمها القديم المهجور، وهناك طلبت منها انها تدفنها هي وسعد في حفرة، وقالت لها انها عايزة تحمي ابنها ومحدش ياخده منها. زينب خافت وجريت بلغت ام هناء، بس الاوان فات. ام هناء كملت في التحقيقات وقالت ان بنتها كانت بتتضايق من اي حد يقرب من سعد، وكانت قافله عليه الدنيا. وفي مره زينب لاحظت ان هناء وسعد ما بانوش بقالهم يومين، وسمعت صوت صريخ هناء عالي من جوه. كلمت عم هناء علشان يشوف ايه الموضوع. عمها راح خبط عليها وهناء ما ردتش، فرجع وبعد شويه راح وخبط تاني. المره دي قالت له انا باخد دش ومش هقدر افتح. عمها قلق اكتر عشان بقالها يومين ما ظهرتش، فراح وبلغ ام هناء، ولما جه فتحوا الباب بالعافيه وسالوها فين سعد. جريت هناء ووقفت قدام الدولاب، عمها زقها وفتح الدولاب والكل اتصدم. هناء بصوت هادي وغريب قالت سعد ابني رجعته جوه بطني تاني. الجمله دي نزلت على امها زي الصعقه. شافوا سعد جسمه متقطع حتت ومحطوط جوه جردل في الدولاب، ولما دخلوا المطبخ لقوا جردل تاني فيه الراس وحتت من جسمه مسلوقه وعاملاها شرب. الام وقعت من طولها والعم اتصل بالشرطه. الشرطه جت وتم القبض عليها وبدات التحقيقات. الغريب ان كانت بتجاوب على كل الاسئله بهدوء غريب وثبات انفعالي، كانها بتحكي حدوته ومفيش اي حزن باين عليها. وفي المحكمه كانت بنفس الثبات. وفي مره طلبت من القاضي انه يحكم عليها بالاعدام عشان تروح لابنها وتنام جنبه. ولما الشاهده زينب قالت انها سمعتها بتصوت يوم مقتل سعد، ردت هناء بكل برود هصوت ازاي وانا اللي قتلت ابني. المحكمة عشان توصل للحقيقة طلبت لجنة ثلاثية تكشف على قواها العقلية، والمفاجأة كانت ان التقرير الاول قال انها عاقلة تماما تستاهل الاعدام، بس محامي هناء طعن في القرار وطلب لجنة تانية. والمحكمة جابت لجنة خماسية، ودي كانت دكاترة كبار في الطب النفسي. وبعد كشف اللجنة دي عليها طلعت تقرير مختلفة تماما. قالوا ان هناء كانت متعاونة ومدركة، بس عندها تبلد في المشاعر وعدم احساس. والاهم من ده كله اكتشفوا انها كانت بتعاني من اضطراب ذهاني وقت الجريمة، وده خلاها تفقد الادراك تماما. وشخصوا حالتها ان ذكائها محدود بنسبة 30%، وكانت فاكرة ان كل اللي حواليها عايزين يسموا ابنها سعد، فقررت تريحه من وجهة نظرها المريضة طبعا. وبناء على التقارير بتاعت اللجنة الخماسية واللي المحكمة اخدت بيها،
رفضت تقرير اللجنة الثلاثية اللي كان فيها غلط كبير، عشان الدكاترة المسؤولين عن الكشف سلموا الشغل للمساعدين مش متخصصين. وصدر الحكم في 30 سبتمبر 2023، وبعد 13 جلسة براءة هناء وإيداعها في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية. هناء اللي كانت أوقات تطلب الإعدام وأوقات تانية تطلب تدفع دية وترجع للدنيا، ما كانتش مجرمة قد ما كانت ضحية لمرض نفسي دمرها. حبها لابنها اللي وصل للجنون خلاها تعمل أبشع جريمة ممكن تحصل. مفيش كلام يوصف ازاي ممكن أم تعمل كده في ابنها، غير إنها فعلا مختلة عقليا. قصة سعد وهناء بتفكرنا إن عقل البني آدم ده عالم تاني، وإن الحب ساعات ممكن يقلب لمأساة مرعبة. سعد دلوقتي في مكان أحسن وأحن، بعيد عن حب أمه المرعب اللي موته. اوعى تستهون بأي وجع نفسي. قصة هناء بتصرخ وتقول إن المرض النفسي مش دلع ولا جنان، ده وجع حقيقي ممكن يخلي الأم تعمل في ضناها اللي ما تخلوش حد. لو تجاهلنا علاماته بندفع تمنها غالي قوي، وساعات بيكون حياة. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ايه رأيك في الحكم ده؟ وهل شايفين ان العدل اتنفذ في قضية هناء وسعد ولا لا؟ اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج عبرة في حكاية. السلام عليكم.